السلام عليكم، ازيكم؟ ده تالت مرة اصور نفس الفيديو. الحمد لله. والله حاسه ان بجاهد لو راح حرب فلسطين والله ما كان هيحصل كده. اللمبة باظت فجأة، عدلتها. مساحة التخزين فل، خلاص ظبطت مساحة التخزين. ايه تاني؟ انا عمو النجار بجري، يعني اول ما اسمع بس انه نام، انه راح ياكل اي حاجه، اجري اصور. اني ما عنديش مايك طبعا، ان شاء الله ربنا يجيب لي احسن مايك باذن الله. بس دلوقتي ما عنديش مايك، فطبيعي الصوت بتاعه هيبقى مؤثر جامد في الفيديو. فلقيت وصحى، قلت مش مشكله يا الاء. بعد ما عملت الخمار اتفك كذا مره، بقول بقى ما كنت بغير اللندا ومش عارفه ايه. وبعدين قالوا لي ان هو اصلا مش حلو، قلت والله مش مغيراه. مش كل ده مش مشكله. اصور الفيديو ما اتحفظش عشان مساحه التخزين. اكتشفت مساحه التخزين، ظبطت مساحه التخزين، صورت تاني، ضغطت على حاجه مش عارفه ايه، مسحت كل الفيديوهات اللي على الموبايل او على التابلت اللي كنت بصور في الاول على التابلت. مسحت كل الفيديوهات اللي على التابلت. بعدين اضطريت اجيب الموبايل واصور على الموبايل، رغم ان التابلت تصويره احسن، بس انه تالت مره والله العظيم مش عارفه ازاي اعيد نفس الكلام بنفس الطريقه. الحمد لله. بس فهبدأ الفيديو. الحمد لله طبعا. هما يعني 53 مشترك، فمفرقتش ان اطول يعني في المقدمة. بس والله العظيم قلبي بس لعله خير ان شاء الله. اول نصيحة ابدأ فيها: ما تسكنش في بيت فيه نجار ابدا ابدا. يعني ده كتير، حرام حرام، ما تعملهاش ابدا. لو البيت ده برخص التراب ما تعملش كده. فيديو النهاردة هنتكلم عن ثالث مرة ان اي حاجة بتحصل في حياتنا بتبقى حجة علينا. يعني ايه؟ يعني انه مفيش اي حاجة في الحياة بتحصل out of nowhere او من غير سبب. كل حاجة في الحياة بتحصل ربنا يدبر الامر، بتحصل لسبب، بتحصل لهدف. لازم تتعلم حاجة من كل موقف بيحصل في حياتك. عشان كده المؤمن لا يقع في جحر مرتين. يعني المؤمن ما يقعش في نفس الغلط مرتين. طب لو هو مش مركز اصلا في الحاجات اللي بتحصل له، وبتحصل له ليه، المفروض يتعلم منها ايه، المفروض ده يغير في شخصيته ايه، هيتغير ازاي، هيتعلم ازاي. فاهمين ازاي؟ لحظة. فعشان كده لازم المؤمن يفكر في اي موقف بيحصل في حياته عشان ده يغيره للأحسن. عشان احنا هدفنا في الحياة نوصل لأحسن نسخة من نفسنا، نعبد ربنا بأحسن طريقة، نكون مؤمنين بأحسن طريقة، ناخد اكبر قدر من الحسنات. وكل موقف يزود يقيننا في ربنا ويزود ثقتنا في قدرة ربنا. كنا في يوم التخرج، هو مش يوم التخرج الاساسي، هو في سنة رابعة الطلاب بيعملوا مع بعض كده يوم بيكون يعني للتسلية للترفيه، حاجة كده في البسيط، بيبقى في الكلية عادي، مش يوم التخرج الاساسي يعني. اسفه لو عمل نجار عمل ازعاج يعني، لكن طبيعي يعني كلنا عايشين وسط نجارين وسط حدادين وسط كل الناس اللي بتعمل ازعاج دي. فمامتها جت معاه سافر 2.5 ساعة عشان تحضر معاه اليوم ده ويعملوا ذكريات وصور ومش عارفه ايه. فبعد ما حضرت 2.5 قالوا المرافقين مش داخلين، اللي هم الاصحاب الاهل الناس دي، ولازم يروحوا دلوقتي. فبعد ما الام دي روحت، ام صاحبتي، اكتشفت المرافقين يدخلوا عادي والناس تدخل عادي والدنيا زي الفل وكل تمام. عيطت جامد وزعلت. وبصراحه لو انا مكانها كنت هزعل جدا، ان انا مشوار مثلا مامتي وصاحبتي وبنت اختي و في الاخر ما يحضروش معايا. فقلت لها كلمه، وبقيت بقى نعمل الفيديو ده من الموقف ده. قلت لها ده يعني درس ربنا بيعلمك فيه، انه انت لو وقفتي على مش عينيكي، لو عملتي ايه اللي ما يتعملش، لو قطعتي نفسك حتت، مستحيل تاخدي حاجه ربنا مش كاتبها لك. ربنا مش كاتب لك ان مامتك تحضر معاكي النهارده، ربنا مش كاتب لك ان انتوا تكونوا ذكريات في الموقف ده النهارده. شوفي، جت من السفر واتبهدلت وصاحيه من الفجر وقبل الفجر عشان توصل بدري و حضرتش لاني مش مكتوبه. فاما قلت كده حبيت اعمل فيديو عن اي حاجه بتحصل في حياتنا لسبب، وعشان نتعلم منها حاجه. يعني مثلا وانا صغيره جدا كنت طفله، فشفت حاجه كان المفروض ما اشوفهاش، يعني حاجه تشمئز يعني. فطبيعي قرفت يعني طفله. واتعاملت مع البنت دي بطريقه مش الطف حاجه يعني. ف فسالت يعني ايه ده، وده طبيعي بيحصل؟ يعني انا فعلا كنت عايزه اعرف هل ده طبيعي يحصل،
هل ده اصلا شيء طبيعي وانا اول مره اشوفه ولا ايه؟ قالوا لي لا، هي بتسمعش كلام مامتها وانت بتسمعي كلام مامتك، فانت مش هيحصل لك كده ابدا، وانت طيبه ومش عارفه ايه، وهي بتسمعش كلام مامتها زي ما انت شايفه. فانا طفله وما ردوا عليا كاني طفله، بس فاترسخ في دماغي خلاص هي بتسمعش كلام مامتها وانا بسمع كلام مامتي. ففضلت سنه كامله يعني ممكن اقول اللفظ مش لطيف، ممكن اعملها من تحت لتحت بطريقه مش كويسه، يعني بسبب الشيء اللي انا شفته ده يعني او كده. بعدها سنه واحده ان شاء ربنا ان انا اتقال لي نفس الكلام ونفس النظرات اللي بتقالها، بس مش من شخص، من كل الناس، من ناس في دمي، من ناس معرفهمش، ناس شافوني، كل حاجه يعني كل الناس، واتقال لي ده لمده سنه كامله من كل الناس. فطبعا بقيت نفسيتي تحت الصفر. كنت طفله وحابه اقول ان انا مش شايفه نفسي غلطانه، يعني ما اقولكش مثلا انا كنت غلطانه، انا كنت طفله جدا، فطبيعي شفت حاجه اول مره اشوفها، طبيعي استعجب واسال وسالت ده ايه. لكن وقتها فهمت ان ربنا عايز يعلمني ان انا ما اقلسش على حد ابدا، ما تنمرش على حد ابدا، ما ذلش حد بحاجه شفتها ابدا، ما استغلش التغيير، مش التغيير، ان الشخص فيه حاجه مختلفه عني او حاجه قليله عني بشكل ما، وعمل بطريقه وحشه او اقلل منه او استحقره او. فده اتعلمت وعرفت من اللحظه دي. كنت صغيره جدا بس عرفت ان كل حاجه بتحصل ربنا عايز يعلمنا، عايز نكون شخصيه معينه، نكون احسن. فازاي الموقف ده يخلينا احسن؟ ان انا اتعلم منه ايه عشان يخليني احسن، زي اي انسانه مسلمه مؤمنه يعني بالحياه. بعدين عدت السنه اللي فاتت، شفت واحده بتقص شعرها بنوته عادي جدا، فبقول لها انت شعرك كان احلى وهو طويل، ليه قصتيه؟ مش عارفه ايه. وكنت بس بتكلم ده بنيتي، كانت نيتي طيبه جدا، ما كانش قصدي اقول اي حاجه، ما كانش قصدي مثلا اغلط ازعلها، ما كانش قصدي اي حاجه خالص. بس فبعدها مفيش، انا عمري ما كنت فاكره اقص شعري اصلا. لقيت مقص مرمي في مكان ما، فقلت ازيك يا مقص عامل ايه؟ طب قص الاطراف يا الاء. قلت خلاص اقص الاطراف. لقيت المقص عمل كده فعلا، يعني فعلا اول ما قصيته وانا واقفه قلت الحمد لله ده من ربنا وخلاص الحمد لله الحمد لله. لكن ليه؟ في نفس الموقف اما انت يحصل موقف تستحضر في موقف تاني، اعرف ان الموقف التاني ده ليه علاقه بالموقف الاولاني. استحضرت الكلمه اللي انا قلتها للبنت، كنت بكلم والله بمنتهى اللطافه يعني، فادركت من جوايا ان هي زعلت. فتعلمت من الموقف ده انه ممكن انت تتحاسب على كلمه انت قلتها، نظره قلتها، فعل عملته، مش كانش نيتك اي حاجه بس هو زعل وجرح اللي قدامك. اتعلمت ان ممكن انت تتحاسب على حاجه او يترد لك حاجه انت عملتها ما كانش من نيتك اي حاجه غير ان انت جرحت اللي قدامك من غير قصد. فتعلمت ده. برضو كل حاجه حتى افكارنا نفسها بتعلمنا. كنت متابعه واحده على فيسبوك مش عايزه اقول اسمها، بس هي ما شاء الله متدينه جدا ولابسه نقاب ونقابها كويس جدا. مش كل المنتقبات طبعا، ما فيش منهم يعني، انا شفت منتقبات ربنا اعلم بيهم، لكن هي من المنتقبات المنتقبه الحق اللي لبسها نفس مناسب للنقاب، مبادئها مناسب للنقاب، ما شاء الله امراه مسلمه فعلا تفتخري بيها. عندها مشاريع كتير في الهدوم، وبتصور افراح اسلاميه مش عارفه ايه، واتخطبت الانسان كويس، وما شاء الله ما شاء الله. عارف الناس اللي ما تلاقيش فيهم عيب، يعني فلوس ما شاء الله معاهم، جمال، شكلها جميله، دين ومعاهم. انا ما قلتش ده وما كانش في قلبي ده، اللهم لا تجعل في قلبي غلا للذين امنوا، جاب ذهني انه ما شاء الله يعني. ادركت بقى ان باباها مسجون واخوها يعني عنده مشاكل معينه و فادركت ان ربنا من هنا عايز يعلمني ان مفيش اي انسان حياته فل مفيهاش مشاكل، مفيش اي انسان حياته ماشيه ستريت اخد كل حاجه في الحياه، مفيش حاجه اسمها كده. شفت؟ وده من فكره بس جت في ذهنك ربنا حب يعلمك فيها حاجه. عشان كده الانسان زي ما قلت لازم يكون واعي ومركز لاي حاجه بتحصل في حياته عشان يبقى احسن نسخه من نفسه. لو كل موقف مر علينا ما تعلمناش منه، لو كل حاجه حصلت لنا ما خدناش منها عبره، امال هنبقى كويسين ازاي؟ مش فاهم. برضو في اخر موقف ان شاء الله استدل بيه،
واتمنى ما كنتش طولت عليكم، ولو طولت مفيش مشكله، قولوا طولي كمان، يعني دي 53 مشترك يعني ولا حاجه. فكنت بقول ايه، فكنت في قطر 5 الصبح، كنا مش في الشتاء ده، تقريبا الشتاء اللي قبله حاجه زي كده، دينا كانت شتاء جدا، كان قطر 5. فكان قدامي راجل كبير في السن ولابس عبايه وكده، وكان فاتح صدره للاخر، كان في وشي، فانا صعب عليا يعني، قلت الدنيا ساقعه جدا عليه ومش عارفه ايه وكده، هيجي هيعيا ويجيله برد، يعني صعب عليا جدا، الدنيا كانت يعني بتكتك برد. ف بعدين اكتشفت ان هو مركب حاجه في القلب، والدكتور هو اللي قال له انه لا، ما تقفلش المنطقه دي خالص، لازم ايا كان تتعرض لهواء عشان المنطقه دي. عرفت ازاي؟ ان هو كان عامل بتاع للقلب، وكان صوته عالي مع الشخص اللي جنبه يعني. فعرفت، فكرت مع نفسي، هل ده لو شاب مثلا، لو شاب وفاتح صدره ومش عارفه ايه، هل ممكن يجي في ذهن حد اصلا انه عامل عمليه في القلب ولازم يفتح المنطقه دي عشان الدكتور قال له؟ مستحيل. هل الموقف ده فيه احتماليه انه يحدث؟ بس احتماليه قليله جدا، بس فيه احتماليه. فعرفت ان مش كل حاجه بنشوفها هي الحقيقه، حتى لو انت شفتها، حتى لو انت سمعتها، حتى لو انت حسيتها، ممكن ما تبقاش الحقيقه عادي. ممكن تكون الحقيقه ابعد اجابه ممكن تيجي في ذهنك، عادي جدا. فمش عشان شفت حاجه بعينك، الاتنين اللي بتثق فيهم اكتر ما بتثق في اي بني ادم، انت تحكم على الموقف. ابدا ابدا ما تعملش كده. فده اما فكرت ادركت ان ربنا عايز يعلمني كده، ان انا مهما شفت ما اقدرش احكم على حاجه. في برضو درس اتعلمته من قريب جدا جدا جدا، وحابه اشاركه قبل ما انساه. اتعلمت ان ما ينفعش نستغرب فشل اختبار حد في الحياه. يعني في انسان ربنا اختبره في اختبار وفشل فيه، ما ينفعش ان احنا نستقل من الاختبار، او مثلا نقلل منه ان ازاي ما نجحش في اختبار زي كده، في حين ان احنا ما مرناش بنفس الاختبار. يعني هديكم مثال بسيط، يعني ما ينفعش واحد يبقى حصل له حادثه وقطع رجله، فتيجي تستقلي منه انه ما انت عندك رجل تانية، ما انت ممكن تركب رجل صناعي وتعيش، انت عامل زي اللي قتل له قتله، احمد ربنا ان انت طلعت عايش. في ناس حصل لهم الاكتر من كده، واللي وانت بتقلل من فشل في اختبار بتاع ربنا. انت مريت باختبار زي كده؟ لا. مريت بنفس الاختبار؟ لا. حتى لو مريت بنفس الاختبار، هل مريت بنفس الاختبار في نفس السن، بنفس القوة الذهنية والقوة البدنية والقوة النفسية؟ لا. يبقى ما ينفعش تعلق على فشل واحد في اختباره. هو فشل في اختبار ربنا ده، انت ما مريتش بنفس الاختبار عشان تقول، ما مريتش بنفس الاختبار بنفس الظروف بنفس الوقت بنفس كل حاجه عشان تقول والله انت ازاي فشلت في حاجه زي كده، ده حاجه تافهه. ده انا مريت بالاكتر من كده، ايش عرفك؟ في حاجه اسمها، عارفه بيقولوا دايما البسكوتايه، في فعلا انسان في الحياه بسكوتايه، لو مر بحاجه بسيطه بتبقى بالنسبه له كبيره جدا، مش قادر يتحمل معاها، في حين ان نفس الحاجه دي لو مرت عندك مش هتحس بيها. فانت الحاجه الخطيره اللي عندك دي مساويه الحاجه البسكوتايه اللي انت حاسسها بس مع الشخص التاني، عشان دي اكبر من قدره تحمله، ودي اكبر من قدره تحملك. فالاتنين متساويين، ولكن مع نفس الظروف، مع نفس البني ادمين. فهمت ازاي؟ لان احنا مختلفين كده كده. فدي اكتر حاجه بدات ان انا اشوفها او اتعلمتها قريب، انه ما ينفعش. عشان كده دي دعوة ان احنا نركز في حياتنا، في الحاجات اللي بتحصل لنا، في المواقف اللي بتحصل لنا، الحاجات الصعبة اللي بنمر بيها المفروض نتعلم منها ايه. يعني ممكن تمر بموقف صعب جدا يعلمك ان انت ما تعتمدش الا على ربنا، ما تشتكيش الا لربنا، ما تحتاجش الا ربنا. لو ما اتعلمتش الدرس ده في الموقف الصعب ده، هتضطري موقف صعب تاني وتالت ورابع لغايه ما تتعلم. ليه بقى نتعلم من كل ده؟ نتعلم من الموقف، خلينا اذكياء. يعني مثلا كنت يوم الحد كنت هموت واروح اريا الاربع، عشان يبقوا اخدت يوم الحد الاثنين اريا وما احضرش تاني في الاسبوع خالص. مع سيكشن يوم الثلاث، عندنا سيكشن يوم الثلاث بس، عندنا اريا الحد واريا الاربع، فانا كنت هموت واحضر اريا الحد والاربع في يوم الحد بس. كنت عايزه اروح، فجاه اصحابي قالوا لي لا بلاش مش عارفه ايه وتراجعت. بعدين حسيت بالندم من جوايا انه ليه ما حاولتش. ودي برضو حاجه اعلمها لكم، انه لو في احتمال 1% انت تحاول في حاجه، واحتمال 1% ان انت تنجح،
اعملها، حتى لو احتمال 1%. فما عملتهاش، بس استودعت ربنا، قلت يا رب انا كنت ضعيفه في الموقف ده، بس انا هتعلم منه واكون قويه، وهحاول في اي حاجه قدامي عشان على امل ان انا انجح. بس فجاه تعبت يوم التلات، وفي شيت هنسلمه اخره التلات او الاربع. طب انا تعبت يوم التلات ما قدرتش احضر التلات، يبقى كنت لازم احضر الاربع عشان اسلم الشيت. هل انا كنت عارفه ده؟ لا. هل كان في احتمال ان اعرف ده؟ لا برضه. بس انا وثقت ان ده الخير، عشان انا ما قدرتش اعمله، فاكيد خير ان ما كانش يحصل. وربنا علمني بعد كده انه خير ان محدش يحصل. هل لو انا بعد مشيئة ربنا، طبعا مفيش حاجه بتحصل من مشيئة ربنا، ما ركزتش في اللي حصل، هل ممكن كنت اخد بالي من حاجه زي كده؟ ممكن ما كنتش اخد بالي، عادي جدا عادي. لكن ربنا كاتب لي اخد بالي عشان اتعلم انه ربنا كاتب وعارف كل حاجه بتحصل ليه، وان هي الخير. عشان كده لازم تتعلم. عشان كده اي موقف صعب يحصل لك، موقف بسيط يا سيدي، اي موقف، حتى مثلا لو انت كنت رايح مواصلات ما لحقتهاش، ركبت مواصلات تانية فرحت ادركت مثلا انه كان لازم تيجي بدري والمواصلات التانية اتاخرت، ما انت لو كنت ركبتها في الاول كنت اتاخرت. حدث زي ده ممكن الانسان يسمعه ويركزش اصلا، عادي. كان في واحد يتعلم الدرس مره واحده. انا لو كنت ركبته كنت اتاخرت، معناه ان ربنا كان عارف الخير وكاتب لي الخير حتى لو انا مش شايفه. فاتعلموا كل حاجه بتحصل، واعرفوا ان كل حاجه بتحصل بتبقى حجه عليك يوم القيامه، مش بس يوم القيامه، في حياتك. يعني مثلا ربنا ممكن يحدك موقف من 5 سنين تتعلم فيه حاجه معينه في شخصيتك، يساعدك تعدي موقف هيحصل بعديه ب5 سنين. متخيل؟ متخيل، عادي. فلازم نتعلم، نركز في نفسنا، في شخصياتنا، في الحاجات اللي بتحصل. وده اكتر فيديو طفحت فيه في حياتي بجد، صورته 3 مرات، وبجد كنت حاسه ان انا داخله احرر فلسطين. والله العظيم الدنيا، عارفه ظروف معنداني، هي ظروف معنداني. قولولي اتعلمتوا ايه من الفيديو النهارده وحبيتوه ولا لا. وشكرا جدا على 53 مشترك. شكرا، مش قادره اصدق والله العظيم، مش بقلل منكم، والله العظيم يا عيال، ده انتوا حبايبي، بس مش مصدقه. يعني انا اصلا قناه هتجيب سنه في شهر 17/7، كل ده بنجيب 50 مشترك. خير ان شاء الله. كل ما اكلم حد من اهلي يقولوا لي انت لسه ما مسحتاش، فان شاء الله نبقى عدد كبير باذن الله في يوم من الايام. وسلام.